السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة وخفيفة وظريفة وبسيطة جدا، وفيها تكات بقى جديدة جدا. انا متهيألي بقى ما شفتهاش قبل كده. هقولها لكم دلوقتي ونشوف هنعملها مع بعض، وبإذن الله الخطوات تعجبكم. وهنبتدي ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا انا عامله مج رز، غسلاه كويس جدا جدا، وهحطه على النار وهحط عليه لتر ميه، لتر كامل ميه. ما تستكتروش، انا عايزه اهري الرز، مش اسلقه بس، لا انا عايزاه يعني يدوب كده في الميه. هنشوف مع بعض دلوقتي الخطوات واحده واحده. اهم حاجه يا حبايبي بس ما تجروش الفيديو لان فيه تكات كده، ان شاء الله تعجبكم. هنا بقى غليته كويس جدا جدا. بصوا، عايزه بس اوريه لكم. المشكله هنا ان الحاجه ما بتكون لونها ابيض ما بتظهرش كويس. انا هنا بص سايبه فيه شويه ميه اهو. هنا بقى هطفي عليه واسيبه، اسيبه بقى كام ساعه لغايه ما يبرد خالص. هنا بقى بصوا بعد ما شرب ميته، انا غليت لغايه ما استوى خالص وسبت فيه شويه ميه وطفيت سبته بقى. ممكن تعمليه من بالليل للصبح مفيش مشكله. هنا بقى بعد يعني خلاص بقى شرب ميته كويس جدا 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 وبرد خالص. عايزه تعملي في نفس اليوم اعمليه، ممكن تعملي تاني يوم مفيش مشكله. هنا بقى بعد ما شرب بصوا بقى عامل ازاي، مستوي جدا. بصوا جماله، وزاد بقى وبقى تحفه. معلش هو بس اللون الابيض فعلا ما بيبانش كويس. هنا بقى التكه الجديده، هناخد مج من الرز اللي هو مستوي ده. الرز ده معلوش اي حاجه، انا بس مج ابيض والرز ابيض بس معلش سامحوني. خدت منه مج. هنا بقى هطفي عليه واسيبه لغايه ما نعمل ايه التكات اللي جايه، وهنشوف على ايه فيها ايه ونتابع مع بعض. اهم حاجه انتوا بس وحشتوني كتير قوي 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 قوي. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. هنعمل بقى كوبايه الرز دي، هنجيب الخلاط ونحطها فيها. اهم حاجه بس ان شاء الله بس ما تجروش الفيديو واهم حاجه برضو كمان اكتبوا لي في التعليقات لو الوصفه عجباكوا او مش عجباكوا. او في حاجه مثلا ممكن انا ما عملتهاش اعملها، ناخد راي بعض في التعليقات وانا بقرا كل التعليقات. حطيت كمان كوبايه سكر، والسكر ده حسب الرغبه، بتزودي وبتقللي على حسب حبك للرز وحب ولادك. هنحط بقى هنا اول كوبايه حليب. يبقى كده حطينا كوبايه الرز اللي احنا خدناها مستويه، وهنحط عليها كوبايه سكر، والسكر حسب الرغبه. ونحط اول كوبايه حليب، دولت 4 معالق نشا و3 معالق كريم شانتيه. دول 3 معالق كريم شانتيه و4 معالق نشا. هنحط الكريم شانتيه والنشا هدوبها بس الاول في شويه حليب، وبعد كده احط الباقي. اجهز كل حاجه قبل ما اشغل الخلاط. هنا ادي كده ايه، كوبايه. هنا ما هحط كوبايه بس، هحط نصها مع النشا اهي. هملاها هحط نصها مع النشا، والنص التاني هحطه في الخلاط. يبقى كده احنا حاطين لغايه دلوقتي كوبايتين حليب، وكوبايه سكر، و3 معالق كريم شانتيه، وهنا 4 معالق نشا. هدوبهم الاول في نص كوبايه حليب، هدوبها كويس قوي وبعد كده احطها في الخلاط. هبتدي بقى اضربها كويس قوي. يبقى احنا هنا حطينا كوبايتين حليب. اهم حاجه يختلطوا كويس ببعض ويتضربوا كويس جدا. الخطوه دي ان شاء الله هتخلي الرز بلبن بتاعك يروح في حته تانية خالص، حاجه يعني كريميه خالص كده. تحفه. وبالنسبه للنشا وانت بتعملي اخر خطوه، هل حسيتي ان محتاج نشا حطي نشا. مش شرط المقادير اللي انا بحطها هي دي اللي هتظبط معاكي. هنا بقى بصوا بعد ما اتضرب كويس، دي كانت الكوبايه دي كان عندي هحط بقى فيها رز بلبن، بس دي كانت عندي انا مش شريتهاش مخصوص يعني. هنا بقى انا مشغله النار على الرز، هحط عليه ادي اول كوبايه، وهقول لكم في الاخر خدنا قد ايه حليب. ادي كده كوبايتين. كده 3 كوبايات. ابتدي بقى اقلب كويس.
كده يبقى خدت لتر حليب كامل على وهو لسه على النار. بعد كده لسه هنحسب لان لسه هحط حليب تاني. كده الحليب اللي اتحط على الرز كيلو او لتر، كيلو يعني حليب. حسيت ان هو محتاج تاني هحط ادي كوبايه. يبقى كده 6 كوبايات، وفي كوبايتين حطيناهم في الخلاط، يبقى كده خد 2 لتر حليب. انت حابه تزودي زودي، حابه تنقصي برضو نقصي، عايزه تحطي نص حليب ونص ميه مفيش اي مشكله. كل حاجه بتنفع وكل حاجه بتمشي وهتطلع من تحت ايدك زي الفل وزي العسل، وهيبقى طعمها احلى من ده 100 الف مره، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ابتدي بقى ايه اقلب بس قلبتين كده، واحط بقى اللي في الخلاط على على الرز بلبن اللي على النار. ابتدي بقى وانا بحط كده اقلب. وطبعا بعد شويه لو حسيت ان هو محتاج نشا، قلبي النشا اللي هتحطيها سواء معلقه او 2 او 3 كمان، حطيهم في شويه ميه او شويه حليب، دوبيهم الاول وبعد كده نزليهم على الخليط. حط بقى الفانيليا. خلاص احنا كده قربت اخلص. احط بس ايه، ما تكتريش في الفانيليا لان كتر الفانيليا هنا حطيت معلقه صغيره بيخلي الحاجه تمرر، يعني بتدي النتيجه العكسيه. وحاولي تدوقي حاجتك علشان لو محتاج سكر تحطي سكر وهو لسه على النار. انا هنا ما بخلوش يتقل جامد لانه بعد كده بيمسك في التلاجة خلاص، فانا ما بخلوش يبقى تقيل جدا على النار. بعدين انا عايزاه كريمي كده وجميل، هتشوفوا كده في الاخر جميل جدا وتحفه. وبالهنا والشفا على كل اللي كل منه. ابتدي بقى هنا اعبيه. طبعا مش هننسى نرحب باخواتي وحبايبي واصحابي وعيلتي الجميله اللي معايا في القناه. وطبعا نرحب باخواتنا اللي لسه داخلين معانا جداد. شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله تعجبكم القناه وتكونوا معانا في عيلتنا الجميله، ونكبر قناتنا الحلوه ان شاء الله. اهم حاجه يا حبايبي ما تنسونيش سوري، في اللايك. انا بصراحه ما بحبش اطلب كتير، بس يعني انتوا اخواتي وحبايبي وبطلب منكم اللايك عشان يرفع الفيديو. وطبعا تعليقاتكم الجميلة أنا منتظراها، ولو في أي حاجة عايزين نعملها. وفي طبعا متابعة جميلة جدا، أنا مش ناسياكي، انت طلبتي مني المفتقة إن شاء الله هعملها بس لما أسافر مصر، لأن الحاجة اللي بتتحط على المفتقة مش موجودة هنا. أنا شفتها هنا ما لقيتهاش، فهعمل لك المفتقة إن شاء الله بس لما أنزل مصر بإذن الله. أنا مش ناسية والله. واي حد عايزني اعمل له اي حاجه يكتب لي بس في التعليقات، وعيوني ليكم كلكم. لو في ما قدرت اعملها هنا هعملها، ومش في ما قدرت هعملها في مصر. طلباتكم اوامر يا حبايبي، وانتوا بس تأمروا وانا ان شاء الله اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ولو في اي تعليق او في اي حاجه انا بعملها عايزين تعلقوا لي عليها قولوا لي على طول، وكل حاجه انتوا عايزينها من عيوني ليكم. هنا بقى بعد ما برد خالص، برد تماما، حتى مش دافي، لازم يكون بارد خالص. هنغطيه بقى ونحطه في التلاجة. ان شاء الله تعملوه يبقى احسن من كده كمان. بس انا حبيت لقيت الفكره الجديده دي قلت ايه ما اوريها لكم. طبعا الرز بلبن سهل، بس دي لقيتها فكره جديده قلت ايه ما اعرضها عليكم، وان شاء الله تعجبكم. واللي بتتفرج عليها ولسه ما اشتركتش يا ريت تشترك وتنورنا في عيلتنا الجميله. وبصوا بقى هي كريمي قوي ازاي، بص كريمي قوي ازاي، تحفه. ان شاء الله يعجبكم باذن الله الطريقه دي، واتمنى تشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. اهم حاجه يا حبايبي ما تنسونيش في اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وكمان بحس ان الوصفه عجبتكم. هو ما شاء الله تحفه جدا جدا. وباذن الله الفيديوهات الجايه هعمل لكم حاجات حلوه جدا جدا جدا، وانتظروني الفيديو الجاي فيه مفاجاه ان شاء الله هتعجبكم. بصوا جميل ازاي، والله فعلا كريمي كريمي جدا وطعمه تحفه. اسيبكم بقى في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.